السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل بسرعة ورقة اللحمة بالطريقة الأصلية بتاعها. تعالوا نشوف عملناها ازاي. وبسم الله نبدأ طريقتنا. وأول حاجة هنبدأ نجهز اللحمة أنا بستخدم لحمة قطعية الكولاطة علشان تكون ناعمة معايا وتستوي كويس مع الخضار. هجيب صينية وهرش عليها شوية فلفل اسود وشوية ملح وهبدأ افرد عليها اللحمة بتاعتي. بعد ما افرد اللحمة هبدأ ان انا ارش على الوش شوية ملح وشوية فلفل اسود. هركنهم بقى دلوقتي على ما اكمل الخضار. اول حاجة هجيب البصل وهبدأ اقطعه جوانح بالشكل ده. بعد ما قطعت البصل هبدأ ان انا افضيه في طبق كده، وهبدأ ان انا انزل عليه شويه ملح وفلفل اسود والفهم مع بعض كويس عشان البصل ينزل ميته. اركنه كده في جنب واجيب بقى الخضار، اقطع جزر، فلفل اخضر وطماطم وكوسه والبطاطس. هقلبهم بقى تقليبه كده وانزل عليهم بشويه بسله. نحط عليهم ملح وفلفل اسود، نقلبهم تقليبه كويسه وننزل عليهم بفصين توم ومعلقتين صلصه. نقلبهم مع بعض وانزل عليهم بشويه زيت اكل. هبدا بقى اجيب ورق الفويل، هفرد ورق فويل بعد كده هستخدم مع ورق زبده، وهجيب كده ليا ضاني وهبدا ابشرها على الورق الزبده. بعد كده انزل شويه البصل، بعد كده الخضار، شويه بهارات لحمه وجنزبيل فريش هبدا ان انا ابشره عليها وشويه فلفل اسود حب. بعد كده هبدا ارص اللحمه بتاعتي وهبدا اكمل الخضار بتاعي على وش اللحمه. هرجع ابشر تاني ليا ضاني وهنحط فلفل حار حسب الرغبه، وبعد كده نقفل كويس بالورق الزبده ونقفل عليه بالورق الفويل. واكون بقى مولع الفرن بتاعي على نار متوسطه. هدخلها الفرن لمده 3 ساعات. بعد 3 ساعات هتطلع لك اجمد ورقه لحمه بالشكل ده. بسم الله كده نفتح، تطلع لك اجمد ورقه لحمه وبالهنا والشفا، واللحمه دايبه ما شاء الله. ما تنسانيش بقى بلايك وكومنت حلو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.